أعتقد من عنوان الفيديو فهمتوا أو خمنتوا هنتكلم عن إيه، مش كده؟ علشان نكون واضحين مع بعض، لو فتحتي أو فتحت الفيديو ده بنية إني أواسيك وأطبطب عليك بكلمتين، قال يعني بنسيك المجموع اللي جبته، فأحب أقولك مش هيحصل. أنا مش جاي أعيد ولا أزيد في نفس الكلام اللي بيتكرر كل سنة. لأ، أنا جاي أقولك مش دايما إن الأحلام بتتحقق، ومش كل حاجة هتموت وتمسكها هتبقى بتاعتك، حتى لو نحت في الصخر ليل نهار علشان تاخدها. بس لو مكتوبالك والله يبقى أقل مجهود. لأ، بأقل مجهود إيه؟ ده من غير مجهود أصلا ممكن في لحظة واحدة تبقى في إيدك وبتاعتك. ليه؟ علشان ربنا شايف إن ده الصح وإنها ليك. أنا بجد نفسي نبطل نفكر بسطحية وقلة إيمان وثقة بربنا، لأنك لو فضلت كده حتى لو خدت اللي بتحلم بيه وبتتمناه زي ما بتقول مش هيملى عينك، مش هيملى عينك ولا هتقدره. بس أنا عندي سؤال بجد وأتمنى تكون صريح مع نفسك مش معايا. هو في حد بيحب حاجة هو ما شافهاش أو ما عاشرهاش؟ لأ. طيب أمال الكلية اللي انت بتحلم بيها الليل نهار وماشي تقول إنك حاببها وإنها حلمك، انت جربتها؟ يعني شلت مسؤولية إنك طالب طب بحق وحقيقي وعرفت وفهمت يعني إيه طبيب فعلا؟ ولا أنت هوس الألقاب والفشخرة الكدابة واكل عقلك؟ طب ما يمكن ما تستحملهاش ولا تتقبلها بمجرد ما تدخلها وتغير رأيك فيها. مش وارد يحصل؟ أنا شخصيا شفت اللي كان هيموت ويدخل كلية معينة ومجموعه ما جابش، فقرر يدور على أي كلية قمة برضو علشان يتحط لقب يرضي غروره قبل اسمه. وبعد أول سنة قرر إنه يحول ودخل كلية تجارة. ما استحملش، عارف إنه مش قدها وإنها مش بتاعته ولا مكانه. اللي أنا عايزة أوصله ليكم بقى إن اللي بيرسم حياتك مش اسم الكلية اللي بتحلم بيها، اللي بيرسم حياتك هو أنت أو دي. أنا بس عاوزاكم تعرفوا إن في أي مكان هتتحطوا فيه فأنتوا قدام طريقين، طريق هتعيشي فيه دور الضحية، وطريق تاني هتمشي فيه علشان تعرفي نفسك وتتعلمي حاجات جديدة. يعني ببساطة تشوفي الكلية دي مساحة من الزمن هتجهزي نفسك فيها الحياة أوسع من أي شهادة. لا، هو حرفيا حياة تانية أوسع من أي شهادة. اللي المفروض يحصل بعد النتيجة ما ظهرت وشفت مجموعك إنك تسأل نفسك أو تسألي نفسك أنت حابب تدرس وتتعلم إيه جديد، مش عاوز تدخل كلية إيه، أصلها تفرق. يا ريت بقى نكون فهمنا ان الورقة اللي هتاخدها بعد ما تخلص مرحلة تعليمك مش هي اللي بتعمل بني ادمين، والله ما هي اللي هتخليك بني ادم. عقلك وتفكيرك وشغلك على نفسك هو اللي هيبنيك فعلا، هو اللي هيخليك بني ادم بحقه حقيقي. وبس كده، دي كانت مقدمة بسيطة خفيفة للسلسلة او للرحلة الجديدة اللي هنبدأها مع بعض. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.